يا هلا ومية هلا، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله الكل بخير، وان شاء الله الكل بصحة وبعافية. ورجعت لكم بفيديو جديد من بعد غياب 10 ايام، 11 يوم تقريبا. ونبلش الفيديو مالنا، ومساء النور والسرور وتيسير الامور. مبدئيا هي هذه كانت غرفتي مال النوم القديمة. أني من بعد ما نهيت الفيديو وياكم، آخر فيديو أنا نزلته من بعدها، جبت غراضي من هاي الغرفة على الغرفة الجديدة. وظلت هيك كم حاجة بسيطة. لازم أبو أمين يفلش القنصار ويطلعوا برا، وميز تواليت يطلعوا برا. احنا هنا كنا ليلة الخميس يطلعون كل شي بالغرفة حتى يبلش ثاني يوم الجمعة يسوي ورقة جدران مال هذه الغرفة. هاي غرفة الولاد راح تكون إن شاء الله. فالبردة راح يشلعها، والصوبة هذه يشلعها، والغراض هذه كلها طلعناها برا. وما احكي لكم عن البيت شلون صار. يعني تقريبا صار لي اسبوع اكثر، يعني يوميا شغلة ورا شغلة، شغلة ورا شغلة. ما قدرت اسوي شغل بالبيت الى ان هذه الغرفة، يعني شلون اشطفها وافرشها، بعدين حتى اقدر اشطف يعني وانظف باقي البيت. عرفت شلون؟ يعني نحن نبلش من فوق لي جوا، ما يصير من جوا لي فوق. عرفت شلون؟ فابو امين كان يقول لي انت فرشي الهول، قلت له انا بارده. ابد ما كنت ظلت لي هيك وقت ما فرشنا البيت. احنا نص شهر ال 11 تقريبا، انا دائما نهايه العاشر بدايه ال 11 افرش. بس لازم هذه الغرفه كانت تتنظف وتنفرش حتى اقدر انظف باقي البيت. عرفت شلون؟ فمن بعد ما طلعت غراضي من الغرفة فرغناها بالكامل. الأخشاب ودعناه كافي. فبدأوا يقشطون، لازم الحائط ينقشط، شي مكانات لازم تنقشط، وأي بزمار ينشلع من الحائط. كل الشغلات شلعناها يعني من الحائط، وفرغنا الغرفة. وهنا ابني كان يكنس. والبيت يعني الغراض، تخيلوا اللي بالغرفة هذه اتطشرت، صارت بالغرفة الاستقبال. بالهول خلينا شوية. فالبيت صاير لخة. بس لحد الآن والله هسه أنا خلصت شغلي وقعدت قلت خلي أمنتج الفيديو حتى ألحق أنزل لكم إياه. يا عمري، طبعا هنا كان ولاد أختي يمي عود يريدون يسوون هاي اللقطة مثل ما أنا سويت بغرفتي. الولاد قالوا يسوي لنا هذه اللقطة، فهي هم شافتهم رادت تسوي مثلهم. فالمهم احنا هنا ثاني يوم اللي هو الجمعة قعدنا نتريق حتى نبلش بشغلنا. أنا من جهة وأبو أمين من جهة. شوف الوجه اللي طالع بالطحين يا عمري. هذه رشا يا عمري بنت أختي. ومن بعد ما تريقنا الحمد لله والشكر وريقت الولاد، راح ابو امين يسوي جدران الغرفة هو وامين. وانا هنا راح اسوي الغداء، فراح اسوي قلية. طبعا انا مسوي طريقة القلية، بس راح ارجع اشاركها وياكم مختصرا. هم أنا على طلب واحدة من خواتي المتابعات قالت سوي لنا القلية، اذا لقيت تعليق ان شاء الله راح اخليه على الشاشة. فعندي كمية من اللية سويتهم مكعبات وخليتهم مطاوع على النار الى ان هيجي نزل الدهن. من بعدها خليت كمية من لحم العجل، هم أنا مسويتها مكعبات. وراح أخلي اللحم هذا إلى أن ينزل كل المي وينشف. من بعدها راح نشوف شو راح نسوي بيه. طبعا شوفوا بقى كمية قليلة من المي، وأني محضرة يمي همنا كمية من البصل. بصل يكون ناعم نوعا ما. هيك قشرته وما سويت له فتحة. ليش ما سويت له فتحة؟ حتى لا يتفسخ، من يستوي راح يتفسخ ويصير عبالك مثل مال الدولمة. عرفت شلون؟ فهيك بس قشرته وغسلته بين ما ينشف مي اللحم. شوفي حبيبتي، مكيجة على أساس العروسة تسوي كل قالت له للأسف. قلت لها سوي لي أنا هم وسوي لنفسك حبيبتي. طبعا من وصلت على بيتنا هنا عينها خطية، وقعت على الموكيت. فهنا شخطت حبيبتي لعشته يا عمري. طبعا هي وأخوها كانوا يمنا. وبلش هنا أبو أمين يشتغل بالغرفة. راح يبلش يعني يشتغل بالغرفة. وطبعا هذه المنامية خلاها بالغرفة على مود يخلي العدة. ويعني بعدنا مخلين هدوم الولاد إلى أن نسوي لهم كنتور إن شاء الله. فبعدنا يعني على هذا المنامية القديمة مؤقتا إن شاء الله. فطلعوا رولة من هذه الورق الجدران. احنا من اشترينا للغرفة ذيك يعني حسبنا حساب الغرفة هذه هم من، عرفت شلون؟ فجبناهم نفس النقشة. فطبعا هذه الغرفة أبو أمين قال سويتها أحسن وأسهل وأسرع خلصوها. فالمهم
عفتهم يعني أخذت كم لقطة وعفتهم يشتغلوا من بعد ما نشف مي اللحم بالكامل. ويمكن خليت شويونة زيت، ما أتذكر بصراحة، ما أعرف خليت لو ما خليت بصراحة ما أتذكر. تحبون تخلون ما تحبون لا تخلون، بس على دهن اللي من بعد ما نشف تماما ويريد ينحمس، قبل ما ينحمس أخلي البصل ينحمسون سوية. طبعا سر القلية بالحمس، ايش قد تنحمس تصير أطيب، ولون المرق يصير حلو وطيب، وطعمه يصير كلش طيب. شوفوا أخذ هذا اللون الحلو شوية الأحمر احنا نقول بهذا الشكل. بعدني أنا ما ضيفة عليه أي بهارات ولا حتى ملح. تحبون تضيفون بهذه المرحلة دبس التمر أو دبس رمان، ناس تحب، بس أنا ما أضيف لا دبس تمر ولا دبس رمان، بس فقط أضيف ملح وفلفل أسود. وراح أخليهم أنا بجدر الضغط. تحبون بنفس الجدر تحمسون بي، إذا جدر تيفال تحمسون بي وتسوون القلية نفسها، يعني تخلون المي وتفور بنفس الجدر. بس أنا راح أخلي بجدر الضغط، فحمستهم بالبداية بالطاوة. من بعد ما نحمسوا مثل ما شفتوا كلش زين، خليتهم بجدر الضغط، خليت رشة فلفل أسود ونص خاشوقة أكل ملح، وأهم شي خليت لها لازم مي حار فاير نخلي لها. وخليت المي الحار وين بالطاوة هيجي كم مرة على مود الطعم صاير كله بالطاوة. وخليت كمية المي اللي أنا أريدها مي حار فاير مثل ما قلت لكم. وقبقت الجدر خليته على نار عالية فد نص ساعة. من بعدها خليت النار على الناصي تقريبا ساعة. أفتح الجدر ألاقيه متمخمخ مثل ما يقولون. ورجعت هنا صورت أبو أمين شي يسوون، ياخذون القياس الورقة اللي هم يريدوها يقصوها، يدهنون الحائط، تجي وياها مادة يحللوها بالمي، يدهنون الحائط ويدهن الورقة نفسها ويرجعون يلزقون. لازم يعني بمساعدة أمين، لازم يعني اثنين يشتغلون، يصعد على السلم يعني يخلي الورقة على الحائط يجي يثبتها شوية، وأمين يعدلها يسنترها مثل ما يقولون حتى يلزقوها. وبعدين الأطراف هذه داير ما يدور فرشة صغيرونة بنفس المادة مال الصمغية، هي مادة صمغية تصير يثبتون الأطراف كلش زين. طبعا هذه الغرفة صارت أحلى من غرفتنا، بس أكيد إحنا نتمنى لأولادنا تكون يعني لأولادنا يكون الأحسن، فيعني صارت أحلى، أكيد الأولاد يستاهلون. من بعد مثل ما قلت لكم مرور ساعة ونص، شوفوا منظر القلية شلون يشهي، والله مثل قلية المطاعم. كل من ياكل القلية من ايدي كلش يحبها. واغلب السفرات اللي احنا نروح لها دائما يقولوا لي سوي القلية. شوفوا اللحم كلش مستوي والبصل ابد مستوي وذايب، بس بنفس الوقت ما متفسخ وممرد. عرفت شلون؟ شوفوا خليتها يعني راح نريد ناكل طبعا جعنا، اكيد طبخت وياها تمن. شوفوا شكل القلي، شوفوا لون المرق شلون حلو، واللحم كلش عندي مستوي. طبعا إذا لحم الغنم أكيد يصير أطيبه بصراحة، بس أنا كان عندي لحم العجل فخليت وياه ليا وسويت طماطة طماطة ولهانة حمراء وتمن بلا شعرية، ويا القلي تمن بلا شعرية أطيب. فهمنا من بعد ما تغدينا الحمد لله والشكر وغديت الولاد، يا عمري عاد شرب أخوها مي حبيبتي. طبعا بيتنا شوفوا حوالين الولاد هوسة، وبيتنا ما مفروش، فملبستهم ثخين على أساس زعلت إنه خلص المي أخوها، يعني ملبستهم ثخين على مود لأن بيتنا ما كان مفروش. فتقريبا أبو أمين خلص الغرفة. طبعا صارت كلش حلو مثل ما قلت لكم، لأنه سبق وإن سوى غرفتنا، فهذه يعني شلون أخذ إيده على الشغل، فهذه الغرفة صارت أحلى. بس ضل هذا الحائط مال الشباك. وخلص الغرفة طبعا راح أبدي أنظف. أنا شنو سويت الجمعة من خلصها أبو أمين، طبعا الجمعة العصر جوني بتعمد أولادي تعشوا يمنا، فخلصها أبو أمين الجمعة المغرب أو بالليل. فأني شنو السبت لا، كان ولاد أختي يمي السبت راحة، والأحد بلشت بالمطبخ لأن المطبخ يراد له شغل. الغرفة صراحة كان موضوعها سهل. طبعا أنا هنا غسلة قمصان الولاد مال المدرسة، قمصان الولاد ما أخليها بالغسالة، دايما أغسلهم على إيدي بالصابون فدي يصيرون يعني نظاف. فالمهم مثلا الأحد من يروحون الولاد على المدرسة أقعد من الصبح ما أنام، أسوي شغلة بالبيت. قلت لكم والله هاي أسبوع أو أكثر أنا من يروحون على المدرسة أقعد من الصبح عندي لولو يوميا صباحي أدزها وما أنام، يوميا شغلة يوميا شغلة، بحيث والله أصور ما لحق أمنتج الفيديو. فإن شاء الله هذه الفترة كلها راح تكون فيديوهات التنظيف، يعني حملات الشتوية هذه إن شاء الله تشجعون من هاي الفيديوهات. بس أعتقد
كلها فرشت، يعني حتى اللي بالجنوب فرشوا، بس اللي أخرني كان الشوارع دا يسووها يمنا مثل ما تعرفون، كان المي مقطوع علينا. ف من بلش أبو أمين الغرفة هذه قلت لكم أنا يوميا أسوي شغلة. بس شنو أنا بلشت تنظيف الغرفة قلت لكم يعني موضوعها كان سهل. فأني لا الأحد والاثنين كنت أنظف يعني بالمطبخ، عرفتوا شنو يعني هنا يعني يمكن كان يوم ثلاثاء، فأني أحد واثنين كنت منظفة مثلا المخزن الطباخ أو مثلا البراد، عرفتوا شلون. فهنا نظفت الغرفة يعني ساعتين زمان إن شاء الله خلصتها. مسحت الباب والبلاكات، ما خليت شيء، الأسقف عندي نظيفة والحيطان نظيفة، فبس البنكة من فوق وأني نازلة طبعا أكيد لازم من فوق ولي جوا. البلاكات أكيد أبو أمين راح يضبطها، البلاكات إحنا عندنا بلاكات إضافية راح يضبطها. وشنو بعد، طبعا البنكة شوفوا على أساس صعدت على السلم أمسحها بس ما استحكمت، وقفت التصوير ومسحتها ويا نفسي. بس شوفوا الفرق شلون راح تنظف، شوفوا شلون كانت شلون صارت. هسه عندي شنو الشباك هذا، طبعا الشباك هذا كلش وسخ، الوسخة أكيد من برا صاير أكثر، من جوا هم كانت وسخة بس من برا أكثر الوسخ، فأكيد من برا هم أنا راح أغسلها من جوا أمسحها. بس طبعا هذه يرادلها دبشة سامعين اكو اغنية بدايتها تقول هاي يرادلها دبشة جاهزين. المهم فنظفت الشباك، بصراحة الشباك اخذ مني تقريبا نص ساعة، خصوصا هاي الهوائية الصغيرة مكان المبرد كانت كلش وسخة هيك مجيرة شوية. فبالمنظف فرشة الاسنان نظفت الشباك كلش زين يعني من جوا. فاني هنا كنست يمكن بالبداية كنست الوسخ ولميته أكيد، وصبيت زهي على الأرضية وبديت أفرج عندي بهذه الفرشة. فبصراحة بس كنت أريد أخلص هذه الغرفة أنظفها وأفرشها على مود أقدر مثل ما قلت لكم أنظف وأفرش باقي البيت، لأن الجو بصراحة يعني كلش برد. فالمطبخ أخذ مني وقت كلش، يمكن 3-4 أيام بس أني أنظف بالمطبخ. لحد اليوم هم أنا كانت عندي شوية لمسات بالمطبخ نظفتها. فالمهم طبعا هنا جبت الفرشة الخشنة، قلت أخاف أكو شي لازق يعني بالقاع، لأن هاي مادة صمغية يعني مال الحائط تصير بالقاع أكيد. فقلت إذا ما طلع بالفرشة الناعمة تطلع بالفرشة الخشنة. فعلا احنا ما بس عندنا تنظيف الحملات الشتوية، احنا عندنا الشغل اليومي، مثلا صار وقت الغداء لازم أعوف من إيدي أروح أسوي الغداء، صار وقت العشاء أعوف من إيدي أروح أسوي العشاء، والولاد تدريس الولاد خصوصا لولو عندي لازم أنا وياها أول بأول أدرسها. فهذا كله يصير تعطيل. المهم طبعا من بعد ما فرشت الغرفة كل زين فرشتها يعني الزاهي هذا كله بالماسحة، بعدين أجي أصب الماء حتى على مود يصير سهل يمي ولا تصير عندي بحيرة. أشيل الزاهي هذا وبعدين يعني صبيت عليها مي مرتين، لأن أنا خليت صراحة زاهي كثير، فهيجي عندي دبة يعني مع المي تصب، ويعني نشفتها بالمسحة، لأن بصراحة ما أقدر أجيب المي بالصندة وأشطف براحتي، لأن هذا الورق مو كلش عملي ما يتحمل إنه أصب مي كثير، عرفت شلون. فمن بعد ما نشفت الغرفة كلش زين جبت عندي هذه الماسحة، قلت هذه الزوايا أخاف ما أوصلها يعني مي وكل نظفت زين، وهم بنفس الوقت حتى لا يظل بيها مي يعني بالزوايا، فقلت هاي الماسحة تشرب المي وبنفس الوقت تنظف. وهيجي أنا خلصت تنظيف الغرفة هذه، والله لا شفت تشمون ريحة النظافة. فهسه عندي بنكة أرضية تصير كلش قوية، راح أشغلها بالغرفة على مود تنشف الغرفة أسرع. وانتظروا الفيديوهات الجاية كلها راح تكون فيديوهات التنظيف، هاي الفيديوهات المحفزة. فبالنهاية إن شاء الله حبيتوا الفيديو واستفاديتوا منه، فمع السلامة وفي أمان الله، باي باي.